السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا جميل. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليك يا فندم، ربنا بقول لحضرتك ممكن اسالك سؤال؟ طب كل سنه وانا طيب. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه يا فندم. بقول لحضرتك يا شيخ، انا حماتي مقاعده بقالها 5 سنين. ربنا يعني قاعده معايا في الشقه وانا اللي بخدمها يعني وكده. سامعنا حضرتك؟ سامع يا فندم. فهي لها بنتين، لها واحده كبيره من الام، بنتها الكبيره دي من ام بس، وبنتها الثانيه من ام واب. فبقول لحضرتك بنتها الكبيره دي دايما اهانتني على طول وشتمتني قدام ابنها، والله العظيم من غير اي سبب خالص، يعني سبب تافه جدا. يعني هي بتيجي عندك البيت وتبدا تهينك يعني؟ لا انا بقول لحضرتك كانت علاقتي واخت بنتها الكبيره دي كانت علاقتي بها جامده جدا، يعني كان كل بيحسدني عليها، كنت انا وهي كنا اكتر من الاخوات. وبعد كده الدنيا تحولت يعني؟ لا والله سبب تافه خالص، يعني جه ابنها الكبير كان دكتور وكان محبوس، ولما طلع خطبت له كده. فبعدين طبعا امها ما ينفعش، انا ما فيش الا انا في البيت بس، وما ينفعش ان انا واخوها نسيبها، يا انا اسيبها يا اخوها يسيبها. فالمهم حضرتك علشان جت خطوبه ابنها، انا جوزي عنده عربيه يعني وكده، فهي عملت خطوبه ابنها عائليه. ماشي حضرتك؟ فانت ما رحتيش؟ لا انا رحت انا وولادي، هي قالت لي انت لازم تيجي انت والولاد علشان تتعرفوا على ابنها يعني. فطبعا اخوها قال بدل ما العربيه تروح انا هجيب اتوبيس، وانا نبقى نقطه مني لمحمد ابنها يعني. سامعنا حضرتك؟ فبقول لحضرتك هو جوزي حسب على الاتوبيس وكده، وقال دي هديه مني لمحمد عشان انا مش هعرف اجي اسيب الحاجه واجي. لا ولا يا شيخ اللي هو جوزي ما بعتش العربيه وراح مع مع الاتوبيسات اللي راح، عملتها مشكله بدون مشكله. طب وانت مالك؟ انا عملت الواجب والزياده ومعاها والله العظيم اي حاجه خالص. يعني هي ما زعلتش؟ ايوه هي انت مالك بقى يعني؟ انت مالك من الموضوع ده؟ ما فيش، ما انا اللي في الوش على طول، يعني انا اللي شايله البيت في كل حاجه، وانا اللي خادمه امها ومصاريفها وعلاجها وكله. طب انا بسالك سؤال بس، هو انت عامله يعني انت شايله البيت ده لله ولا شايله البيت ده عشان تقولي انا شايله البيت؟ لا لله طبعا، كل حاجه خلاص يبقى ما ينفعش اللي انا اقول انا شايله البيت وانا شايله مامتها وانا شايله حماتي. انت شايله الكلام ده كله لله تعالى صح؟ يبقى احنا هننسى بقى دي مين اللي هي اخت زوجك دي، هننساها خالص اكنها مش موجوده في الحياه خالص. ماشي. وانت دلوقتي سؤالك ايه بقى؟ فبقول لحضرتك هي جت رجعت فلوس الاتوبيس اللي احنا حاسبنا عليه. ده الموضوع ما خلص. جت بقى دخلت عليا هي وابنها، ما كلمتنيش خالص وانا في قلب البيت، وما كانش انا في البيت اللي انا بس، وخا ما كانش موجود. جت سابت لي فلوس الاتوبيس وقالت لي وهزقتني قدام ابنها، اقسم بالله انا ما رديت عليها يا استاذ دعاء، اقسم بالله ما رديت عليه. قالت لي ده هي في ترابيكم انتوا، مش مهم الشتايم اللي قالتها يعني. وبعدين والله العظيم بهدلتني، كل اللي انا قلت لها شكرا كتر الف خيرك. ماشي. وهزقتني قدام ابنها ومشي. كل ما تيجي حضرتك ما تكلمنيش لنا ولا اولادي، وتدخل عليا البيت ما تكلمنيش. لا وانت محتاجه حاجه من كلامها ولا اي حاجه في الدنيا؟ لا ردي بس، انت محتاجه حاجه من كلامها؟ لا انا مش محتاجه، بس انا بقول لحضرتك كل ما تيجي البيت النفسيات بتتعب واقعد اعيط، فانا الوقت انا اعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي سؤالك ان انت زعلانه ان العلاقه باظت ووصلت للدرجه دي؟ تدخل وتطلع ما تكلمنيش هي. طب وجوزك فين بقى في الحته دي؟ جوزك فين في المشكله دي؟ ما هو يا شيخ احمد هو هي ما بتكلمنوش نهائي، تدخل عليها برضه ما بتكلموش نهائي. يعني هي مخاصماكي، مخاصمه اخوها وانت مرات اخوها من غير اي سبب والله العظيم يا استاذه دعاء. طيب. وجه في رمضان اتصل عليها عشان يقول لها كل سنه وانت طيبه، وانا اللي بقيت اشجعه على كده واقول له عشان صله الرحم وكده، مش انت على كويس. والله العظيم يا استاذه دعاء كلمته وكلمها وقال لها كل سنه وانت طيبه، تقول له انت مين؟ طب وهي بتدخل البيت عندكم ازاي اصلا يعني؟ عشان تشوف مامتها. ما ينفعش يا شيخ احمد ان انا ما ادخلهاش عند البيت. تدخل عند البيت، لا ترن الجرس، تفتح باب الشقه وانا داخله وانا في قلب الشقه جوه، وابنها ما شاء الله راجل مهندس، ولا ترن ولا تخبط ولا اي حاجه خالص، وتدخل عليا وانا قاعده في قلب الشقه كده واي حاجه خالص. والواد بيدخل عادي كده يعني؟ ولا اي حاجه خالص والله العظيم. ما هم شكلها بيت عيله قاعده مع حماتها. بيت عيله ده؟ لا ده شقه تاني. وحماتك فين؟ حماتي قاعده معايا في قلب الشقه. ما قاعده بقى تلاقيها قاعده في اوضه يعني. حماتك في اوضه ولاد والله العظيم، معاكي في نفس بيتك، فهي جايه تشوف مامتها بس ما بتكلمكيش انت وجوزك. ما بتكلمش خالص. فانا دلوقتي جوزي هو جه في شهر رمضان، احنا بقالنا سنتين، جه في كل اول شهر رمضان قال لها كل سنه وانت طيبه، تدخلي برضك يا استاذه. يعني بقالكم سنتين في المشكله دي؟ ما بتكلموش نهائيا. ماشي. هو عمل اللي هو عليه، هل هو يبقى قطع رحم؟ انا لقيت بها ايه؟ ماشي يا حبيبتي، سؤالك واضح. طيب ده يعني دي مشكله دي مشكله عامه، لكن هي المساله فين؟ اللي هي بتدخل وابنها الكبير اللي هو الكبير ده اللي هو بيدخل البيت عادي وبيزقوا الباب كده ويدخلوا، لا تمنعه، تقول له انت مش هتدخل البيت، وده حقها على فكره، اللي هي تقول له انت ما تدخلش البيت، هي تروح تدخل تشوف مامتها ما فيش مشكله خالص، وجوزها يتكلم يقول لها لا انت يا ابني ما ينفعش تدخل على مراتي بالطريقه دي خالص نهائي يعني، اصل ده مرات خالي، وشويه لما تحترم نفسك وتتعلم الادب تدخل البيت.
هي تشوف مامتها ما تكلمهاش، خلاص انت عامله الكلام ده لله تعالى، خلاص اخوه جوزك هو اللي يبدا يتعامل معاه. يعني جوزك هو اللي يقول لها يا تدخلي البيت باحترام، يا تدخلي البيت وتسلمي على الناس اللي موجودين، يا اما ما تدخليش البيت بالطريقه دي خالص. لازم يكون في حد فاصل في المساله دي. لكن الاعوجاج هتقول هتحرموني من مامتي؟ لا، هو ما حدش بيحرمها، بس تدخل بالادب. ما حدش قال لها ما تدخليش يعني. لكن حكايه ان انا ازق الباب وادخل وما اقولش خصوصا ان هو موضوع بسيط يعني، وبعدين بتقول فات عليه سنتين خلاص. ده حاجه. الحاجه الثانيه بقى، لو الزوج ده ناصح بقى، اللي هو يعمل ايه؟ كده كده لازم تدخل تشوف مامتها، ما هي كده كده هتشوف مامتها، فنبدا نصلح العلاقه اصلا عشان لما تيجي يبقى فيه ابتسامه، مش داخله كده مكشره وبتاع. لا يا اخي، ده على الاقل تبسمك في وجه اخيك ايه صدقه. فيقول لها تعالي يا اختي، انت مالك زعلانه ايه؟ طب عشان ايه؟ طب ايه اللي يرضيكي؟ ونرجع